تعالى بقى اسمعك كلام عظيم جدا عن النادي الاهلي من الراجل ده، الكابتن حلمي طولان الزملكاوي العظيم اللي بجد عارف قيمة النادي الاهلي. هسمعك فيديو من الكابتن حلمي طولان للتاريخ وهو بيقارن ما بين الاهلي والزمالك مع مهيب عبد الهادي لما سأله وقال له لو جات لك فرصة تدرب النادي الاهلي. اسمع بقى قال ايه. السلام عليكم. في البداية يا اخوانا نصلي بينا على النبي ونزيد النبي صلاة، نشترك في القناة لو لسه مشتركناش ونفعل زر الجرس ونحط لايك للفيديو وشيروه. وتعالوا نسمع الكابتن الخلوق حلمي طولان الزملكاوي وهو بيتكلم عن النادي الاهلي اللي عارف قيمة النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، وركز في كل كلمة بيقولها الكابتن حلمي طولان. يلا بينا. النادي الاهلي بيصنع المدربين. النادي الاهلي يصنع المدربين، مش المدربين هم اللي بيصنعوا النادي الاهلي. فده دي نقطة مهمة جدا الكل يبقى عارفها. اسالك سؤال وترد عليا. اتفضل. لو النادي الاهلي في يوم عرض عليك ان انت تبقى مدير فني، طبعا لو انا يعني عارف، معلش يا كابتن، ده اصل السؤال ده وراه اسئله كتير. انا راجل محترف، واي حد اي مدرب فاهم وواعي بشكل جيد طبعا يحب يدرب النادي الاهلي. نادي مستقر من جميع النواحي، الجانب الفني بيلبي طلبات المدرب اللي هو عايزها كلاعيبه وكمتطلبات اخرى، مستقر ماديا مستقر اداريا. اي مدرب يتمنى يشتغل في الجو ده. ما تفكرش في جمهور نادي الزمالك؟ شوف انا راجل محترف وبعدين بس زملكاوي وزملكاوي الله. وده يمنع ان انا اكون زملكاوي؟ لا طبعا خالص. طب ما الكابتن جوهري مرن الزمالك. حلو قوي. طب ما حسام وابراهيم لعبوا في الزمالك. حلو قوي. عادي. رضا عبد العال راح درب لعب. اخر واحد اهوت امام عاشور بيلعب في الاهلي. احتراف. الزومه بتاعت النادي الاهلي والامكانيات والسيستم بتاع النادي الاهلي هو اللي بينجح المدرب على طول كده. انت بيجي ناس احنا ما نعرفهاش على مستوى التدريب وبيبقوا نجوم في النادي الاهلي. ده ما بيحصلش في الزمالك؟ بيحصل في نادي الزمالك طبعا ما فيش شك، لكن الاستقرار اللي في النادي الاهلي ما بيبقاش متوفر في نادي الزمالك بشكل كبير. ليه؟ لان الاسلوب الاداري هنا بيختلف عن هنا. القدرات الماديه هنا غير هنا. الاجواء المناسبه للنجاح هنا غير هنا. ده كل حاجه. ما انا بقول لك يعني الزمالك ما فيهوش حاجه خالص؟ الله. لا تساعد على النجاح؟ هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هل الزمالك بيملك الامكانيات الماديه اللي يوفرها للاعيبته؟ لا. هل القدرات الاداريه ان انا بدير النادي ده كمنظومه وكمؤسسه ده موجود في نادي الزمالك؟ ما تقول، ما تتكلم، ما تقول. ما انا دوري اسال. هل انا كنادي الزمالك نادي جاذب، بقيت نادي جاذب للنجوم اللي في مصر، ولا نادي طارد؟ ما تقول لي. هل انا بتكلم غلط؟ ما تقول يا مهيب. ما انا بسالك. ولا انت بتسال وبس؟ انا بسال وبس. لا اسال. شوف ما ترد عليا، ما انت رديت في كذا حاجه. يعني ايه جاذب وطارد؟ جاذب وطارد ان اللعيبه بتاعتك ما بتقدرش تحافظ عليها، صح؟